طب يا اخواتي، معانا النهارده طريقة عمل بوت كراش بكل سهولة. يعني هتقدر تعمل بوت كراش زي اللي انا كنت عامله المرة اللي فاتت ومنزله على القناة. تمام. هعرفك في الفيديو ده ازاي تعدل على الملف بتاع البوت، يعني تخليه بكل حقوقك. تمام. حتى البوت بتاع الكود بتاع الربط تخليه بحقوقك برضو. تمام. تمام. وأعرفك برضه قلب أخوك إزاي تعمل البوت من الصفر وتعدل عليه وترفعه استضافة، وكل ده قلب أخوك هعرفهولك في فيديو النهاردة. فكل اللي أنا عايزه منك اللي أنت تركز معايا. تمام. عشان تقدر تعمل بوت وبدون ما يواجهك أي مشاكل. أي ثانية هتفوتك قلب أخوك في الفيديو ده وعملت حاجة غلط في البوت، أنا ماليش دعوة. تمام. تمام. الفيديو قلب أخوك يعني بص مش هيكون طويل يا إخواتي، بس يعني كل اللي أنا طالبه منك شوية تركيز بس كده. عشان تقدر تعمل البوت وترفعه استضافة وتعدل عليه وتخليه بكل حقوقك. تمام. وما تعملش حاجة غلط، لأن أي حاجة غلط تعملها في الملف بتاع البوت خلاص كده قلب أخوك الملف كله بيبوظ ومش بتقدر إن أنت ترفعه. وأول ما بتيجي ترفع استضافة البوت ما بيشتغلش، بيبقى واقف. تمام. تمام. فكل اللي عايزه منك إن أنت تركزوا معايا يا إخواتي، ركزوا معايا جدا 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 عشان تعرفوا تعملوا البوت بكل سهولة. تمام. تمام. وكل الحاجة اللي احنا هنستخدمها النهارده هتلاقيني سايب لك لينك التحميل بتاعها في الوصف بتاع الفيديو، تبدأ ان انت او في اول تعليق مثبت، يا في وصف الفيديو يا في اول تعليق مثبت. تمام. تمام. وبرضه هتلاقيني سايب لك اليوزر بتاعي لو انت عاوز ملف بوت، يعني البوت الملف ده برضه مش ايه. لو انت عايز ملف بوت يكون خاص بيك قشطة، يعني اكون انا معدل لك عليه وكل حاجة. تمام. تمام. هنبدأ بقى النهاردة يا اخواتي. انت عشان تحمل بقى كل حاجة بدون ما يواجهك اي مشاكل لازم تنضم لقناة التليجرام الاول. تمام. هتلاقيني سايب لك بص كل حاجة هنستخدمها النهاردة، البوتات وكل حاجة، الملف بتاع البوت وكده والاستضافة وكل ده. تمام. تمام. طب يا اخواتي البوت ده. تمام. البوت ده يا اخواتي يعني مفيش اجمد منه حرفيا. فكل اللي احنا هنحتاجه هيكون الملفات دي هتكون مضغوطة بباسورد. تمام. تمام. الباسورد هيظهر لك رقمين في رقمين على الشاشة، فانت تركز عشان تعرف الباسورد برضه هيكون مضغوط. يعني بص لازم برضه تحمل تطبيق زد ارشيف ده. تمام. عشان ايه تقدر ان انت تفك الضغط عن الملف اللي معانا الملفات اللي انا هستخدمها وكده. والباسورد هيظهر لك في الشاشة. تمام. تمام. انت اول حاجة تبدأ تخش على التليجرام. تمام. تبدأ ان انت تعمل ايه، تبدأ ان انت تجيب ايدي الحساب بتاعك. تمام. وايدي القناة بتاعتك وايدي الجروب بتاعك. تمام. تمام. دي اول حاجة يا اخواتي مطلوبة منك ان انت تجيبها. تمام. تمام. وبعد كده التوكن بتاع البوت، وبعد كده الكلام ده كله اعرفه لكم يا اخواتي. تمام. اول حاجة تدخل على البوت اللي معانا النهاردة ده. تمام. تبدأ ان انت تديله ستارت كده، هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده كده. هتبدأ ان انت تضغط على اول واحدة اللي هي نيو بوت. تمام. طب هيقول لك اكتب اسم البوت، هتكتب اسم البوت اللي انت عاوز تسميه باي اسم، اكتب الاسم اللي انت عاوزه. تمام. وشوف بقى بتبدأ تكتب اي حاجة هنا. تمام. انا مثلا هسميه كراش مافيا بوت. تمام. انت بتكتب اي اسم وفي الاخر لازم تكتب كلمة بوت دي. تمام. يعني اي حد بيعرف يعمل بوت عادي، بس انا ايه بكون معاك خطوة بخطوة عشان ايه مفيش حاجة تفوتك. تمام. تمام. وبتبدأ بقى ايه تلاقي عندك هنا حاجة اسمها توكن، تدوس عليه كده بيتاخد كوبي معاك. تمام. تمام. وعندك هنا لينك البوت بتاعك اهو، تدوس عليه كده مفيش اي حاجه بتحصل، تدوس عليه مفيش اي حاجه بتحصل يا اخوات اهو. تمام. تمام. لسه البوت واقف اهو. هتبدا بقى تيجي هنا كده وتكتب ايه توكن البوت. تمام. وتبدا ان انت تحط ايه توكن البوت كده. تبدا ان انت تجمع كل حاجه. تمام. عشان لما ندخل نعدله تبقى الدنيا ايه ايزي معانا. هتبدا بقى تكتب ايه اي دي الحساب. تمام. اي دي الحساب اهو ده اي دي الحساب. تمام. وهنحتاج برضو اي دي القناه. تمام. اي دي القناه. تمام. وهنحتاج برضو يا اخواتي اي دي الجروب. كل ده هعرفك تجيبه ازاي بكل سهوله دلوقتي. الجروب. تمام. تمام. هنبدأ بقى نجيبه اي دي الجروب ازاي. هتلاقيني برضو سايب لك في الملف الكلام. هتلاقيني بص كل ده هتلاقيه في الملف يا اسطى بتاع النهارده. انت اول حاجه بتبدأ هتلاقي البوت ده معاك بالشكل ده، هتبدأ تديله ستارت. تمام. هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده كده. هتبدأ انت تدوس على فحص قناه. تمام. تمام. وهتبدأ انت تبعت له اي قناة، شوف القناة اللي انت عايز تحطها اشتراك اجباري. تمام. وتبدأ ان انت تبعتها له. تمام. القناة اللي انت عاوز تحطها اشتراك اجباري بتبدأ تدوس عليها وبعد كده تعمل ارسال للبوت. تمام.
تمام. انت لازم يا اسطى تستخدم البوت بتاع الاي دي ده، لان اي بوت تاني مش بيجيب لك الاي دي بالسهوله، يعني مش بيجيب لك الاي دي بالجمدان ده. وهترجع هنا كده، تمام، وهتبدا تكتب اي دي القناه وتحطه كده، تمام، وترجع برضو على نفس البوت وتدوس على فحص دردشه، تمام، وتبدا تجيب اي دي اللي ايه الجروب يا اسطى اللي انت هتحط اشتراك اجباري في البوت. تمام. تمام. تبدا برضو انت تحطه كده، تمام، الشكل ده كده، تمام. هتبدأ بقى تخش على البوت التاني اللي معانا النهارده، وتبدأ تدوس على انت هتبدأ تديله ستارت، هيفتح معاك كده، هتبدأ تدوس على التلات نقط دولت، وهتدوس على أول واحد. هتلاقي بعت لك اي دي، هتاخد الاي دي كده، تمام، وهتبدأ إن أنت تخش على اللي هو ده برضه، تبدأ تحط اي دي الحساب. تمام. تمام، يبقى احنا كده يا اخواتي ايه، حطينا اي دي الحساب واي دي القناة واي دي الجروب، كده ما فاضلش غير لينك الجروب ولينك القناة ولينك الشات بتاع الحساب بتاعك. هتبدأ بقى تجيب لينك القناة بتاعتك اللي انت هتحطها اشتراك اجباري في البوت، ادي لينك القناة، تمام، وهتبدأ برضو تجيب لينك الجروب اللي انت هتبدأ تحط اشتراك اجباري في البوت بتاع النهاردة، تمام، اللي انت هتبدأ تعمله. تمام كده يا اخواتي، تمام، كل ده المطلوب منك، وهنجيبه برضو اي دي الحساب بتاعك. تبدأ تيجي على الملف الشخصي، وهتدوس على الثلاث نقط، وبعد كده هتدوس نسخ رابط الملف الشخصي، وهتبدأ برضو تيجي على هنا وتبدأ تحطه، ده لينك شاتك. بس كده يا اخوات، انت كده جبت كل حاجة. هنبدأ بقى نخش على الجزء الثاني من الفيديو اللي هو بتاع التعديل. تمام. تمام. طبعا قلب اخوك، بعد ما تبدأ بقى تجيب كل الكلام ده كده، هنبدأ بقى نري لأهم خطوة، اللي هي خطوة التعديل على الملف بتاع البوت. تمام، ديت يا اسطى، ديت الخطوة ديت كانت خطوة سهلة. تمام. تمام، كل اللي عايزه منك بقى اللي انت تركز معايا تركيز جامد في الخطوه ديت يا قلب اخوك، تمام، لان اي حاجه هتعملها غلط في الملف بتاع البوت دوت مش هيشتغل معاك، وهتبدا ترفعه استضافه. تمام. مش هتلاقي البوت بيشتغل معاك، وهتلاقي البوت واقف، وهتلاقي الدنيا بايظه خالص. فانت تركز وتشوف اللي انا بحطه، وتبدا تحط زي ما انا بحط كده. تمام. تمام. هتلاقيه مضغوط معاك بباسورد، انت الباسورد بتاع المضغوط بيه ده هيظهر لك رقمين في رقمين على الشاشة. تمام. تمام، اول ما تبدأ تفتح على الملف وتدخل جواه كده، هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها سيتنج. تمام. هتبدأ تنزل تحت خالص كده، تمام، هتلاقي عندك حاجة هنا اسمها سيتنج. تمام، هتبدأ تخش على السيتنج كده، تمام، هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها توكن بوت، هتبدأ تشيل التوكن ده، تمام، لان التوكن ده بتاعي، تبدأ تشيله وتحط التوكن بتاع البوت بتاعك. تمام. تمام. هنيجي هنا هتلاقي عندك هنا اسمها بوت نيم، تمام، هتبدأ تحط اسم البوت اللي انت عاوزه بتاعك اللي انت مسمي بيه البوت، وتبدأ تحطه هنا. تمام. تمام خالص اهو. هتلاقي حاجة هنا اسمها ايه اونر، تمام، هتبدأ تحط اليوزر بتاعك، هتبدأ تحذف ده كده، هنا هتبدأ تحط ايه اليوزر بتاعك، وتحذف اللي هي علامة الاد دي. تمام. تمام. هنا هتبدأ تحط الاي دي بتاع حسابك، هترجع هنا كده، تمام، ده الاي دي بتاع الحساب، وهتبدأ تاخده نسخ، تبدأ تحدد ده كده، وتحط ايه الاي دي بتاعك لاسك. تمام. تمام خالص اهو. هتنزل تحت شوية، هتلاقي بيقول لك ايه اي دي الجروب، هتلاقي عندك رقم هنا، تبدأ تحدده كده، وترجع هنا تاخد الاي دي بتاع الجروب بتاعك كده. شفت يا قلب اخوك، الموضوع ايه اصبح سهل. تمام، بدل ما تقعد بقى تدور وكده، انا خليتك تجمعهم كلك عشان ايه تبدأ تعدل على طول. تمام. واللي تحتها برضو اي دي القناة، ترجع تجيب الاي دي بتاع القناة كده، تاخده نسخ، وتبدأ ترجع هنا، تبدأ تحط الاي دي بتاع القناة كده زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك. تمام. تمام، هتلاقي بيقول لك ايه لينك جروب لينك، هتبدأ تيجي هنا كده، تمام، وتحذف الكلام ده كله كده، تبدأ تحط هنا ايه لينك الجروب بتاعك. تمام. تلاقي بيقول لك لينك القناة، ذا كلان لينك، تمام، تحذف لينك القناة بتاعتي، وتبدأ تحط لينك القناة بتاعتك. تمام. تمام خالص، هتلاقي عندك هنا لينك ايه قناة الواتساب، هتبدأ تشيل لينك القناة بتاعت الواتساب ده هو، تمام، وتحط ايه قناة واتساب خاصة بيك انت. تمام. تمام، وبعد كده لو انت مثلا يوتيوبر عندك يوتيوب وكده، هتبدأ تحط ايه يوزر اليوتيوب بتاعك، لينك قناتك بتاعت اليوتيوب كده. تمام، بعد ما تبدأ بقى تعدل على كل الكلام ده كده، وتبدأ ايه تدوس على علامة الحفظ اللي فوق دي، تعمل له سيف وترجع خطوة لورا، هتلاقيه جابلك بالشكل ده كده، هتدوس اوكي. تمام. تمام، ديت يا اسطى اول خطوة في تعديل على الملف، دي اول خطوة.
تمام. تمام، نيجي لتاني خطوة بقى، هتبدأ تدوس هنا كده. تمام، تبدأ تيجي تدوس على الملف ده اهو، اللي هو قبل الأخير. تمام، عندك هنا آخر ملف اللي فوق الأخير على طول، هتبدأ تدوس عليه، هيفتح معاك بالشكل ده كده. تمام. تمام، هتبدأ تنزل تحت خالص كده يا قلب أخوك. تمام. تمام خالص، هتلاقي عندك هنا لينك قناة تليجرام ولينك قناة الواتساب، هتبدأ تشيلهم وتحط لينك قناتك انت. تمام. تمام خالص، هتبدأ بقى تنزل هنا المنيو، القايمة بتاعتك اللي بتظهر لأي حد بيدخل على البوت بتاعك. هنا بقى بتبدأ تشيل اليوزر بتاعي والكلام ده. تمام. تمام يا اخوات، عايز تغير بقى الشكل ده هو قشطة، عايز تسيبه قشطة، بس الشكل ده رايق يا اخوات، اقسم بالله حاجة كده جامدة. بعد ما تبدأ تعدل عليه بقى كده، تمام، هتبدأ ترجع خطوة لورا وتدوس اوكي. تمام. تمام، بعد كده تبدأ تيجي على اللي هي فوق دي، اللي هي الملف اللي هو فوق، ايه الملف اللي احنا عدلنا عليه ده. هنا بقى يا اخوات هتلاقي اليوزر بتاعي، تبدأ تشيله وتحط اليوزر بتاعك بقى، تدور كده والاسم بتاعي تشيله والكلام ده كله. تمام. تمام خالص، هتبدأ برضو تطلع كده، تطلع وبعد كده تبدأ تيجي على الملف اللي هو ده. تمام، الملف اللي هو اسمه ايه ده كده، هتدوس عليه كده، هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده كده يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده. هتلاقي عندك هنا يا اسطى اسم البوت بتاعك، هتعمل ايه عشان تغيره بسرعة؟ بص، هتبدأ تاخد الكلمة دي كده كوبي كلها. تمام، وبعد كده تدوس على الثلاث نقط، بعد كده تدوس على السيرش، وبعد كده تبدأ تحطها كده، وبعد كده تدوس على العلامة دي، وبعد كده تبدأ تكتب اسم البوت بتاعك هنا وتدوس على كلمة ايل دي لا كله. بس انت كده غيرتها، تشيل قناتي وتحط قناتك برضو. تمام. تمام، وبعد كده بتدوس سيف، وبعد كده بترجع خطوة لورا وتعمل اوكي. تمام. تمام يا قلب اخوك، تبدأ بقى تدور على كل الملفات بس يا قلب اخوك كده، عشان مش عايز اطول عليكم يا اخواتي. تمام، الملف اللي انت تلاقي فيه قناتي بتبدأ ان انت تشيلها وتحط قناتك وتحط اسمك والكلام ده كله. تمام. تمام كده، يبقى احنا خلصنا تعديل اول حاجة من البوت. تمام. تمام، هتبدأ بقى تيجي على اللي هو بتاع ديت كده، انت بقى بص، هتبدأ بقى تدور في كل الكلام ده كده يا قلب اخوك زي ما انت شايف، يعني تبدأ بقى ايه، تخش على ملف كده. تمام، والملف اللي تلاقي فيه يعني معلوماتي انا والملفات بتاعتي وكل حاجة وبوتاتي وجروبي وقناتي ويوزري وكده، تبدأ ان انت تشيله وتحط حاجاتك انت. تمام. تمام، وهتبدأ بقى بعد كده هتبدأ تيجي على الملف اللي هو ده، اللي هو الاي بي ده، وبعد كده تبدأ تيجي على الملف ده. تمام، هتبدأ بقى تغير الكلام ده كله، ده حاجاتي برضه هو. تمام، تبدأ ان انت تغيرها وتحط حاجتك انت، وبعد بقى ما تبدأ تعدل على الملف باسمك وبكل حقوقك، بتبدأ بقى ترجع تطلع بره خلاص كده قلب اخوك. تمام. تمام، ان انا كده قلب اخوك عرفتك ازاي تعدل على الملف بكل سهولة. وبلاش بقى بص يا اسطى، اي حاجة انا ما عملتهاش في الفيديو ده بلاش تدخل تلعب فيها انت. تمام، عشان ما توقفش البوت خالص. تمام، يعني ايه اللي انا عدلت عليه بس يا اخواتي اللي انتوا تعدلوا عليه. تمام، لان في حاجات هنا انت لو عدلت عليها ولعبت فيها، تمام، البوت بيقف كله يا اسطى. تمام، يعني بتيجي ترفعه استضافة مش بيرضى يترفع معاك. تمام. تمام كده، يبقى انت كده ايه البوت جاهز لترفع الاستضافة. هتبدأ بقى تطلع خلاص بره كده، هتلاقي عندك ايه الملف ده كده، وملف تاني هنا كده ملوش لازمة، هتبدأ تحدد الملف ده وتحذفه. تمام. تمام كده، بقى نيجي الخطوة اللي هي ايه بتاعت البوت اللي انت بترفعه استضافة. انا هسيب لكم بقى استضافة غير الاستضافة اللي معايا دي يا اخواتي. تمام. تمام، ولو حد عاوز الاستضافة اللي معايا، تمام، يجي برايفت، يجي خاص ياخدها بمقابل قشطة. قشطة، هتلاقوني برضو سايب لكم ايه لينك التواصل بتاعي تحت.